السلام عليكم. أثار استبعاد الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال من قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في الدوري السعودي لشهر دجنبر جدلا واسعا في الأوساط الرياضية السعودية. وانحصرت القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس بين السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي والكوري الجنوبي كيم سيونغ حارس الشباب، وهو ما اعتبره الكثيرون أمرا غير مستحق في ظل المستوى الثابت الذي يقدمه بونو مع الهلال. ويعتبر بونو أفضل حارس في إفريقيا لعام 2023، أحد أفضل الحراس في العالم، وقد توج بجائزة أفضل حارس في الدوري السعودي للنسختين الماضيتين في شهري أكتوبر ونوفمبر. ويرى معلقون أن استبعاد بونو من القائمة يعني مجاملة الحارسين الآخرين بشكل أوتوماتيكي، حيث أن طرح اسمه لتصويت الجماهير يعني فوزه بنسبة كبيرة نظير المستوى الذي يقدمه. وشارك ياسين بونو مع الهلال في 5 مباريات في شهر ديسمبر الماضي، تلقت خلالها شباكه هدفا وحيدا في مباراة فوز فريقه على الطائي ب2-1. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.